هنتكلم النهارده عن الفرق بين الأجهزة والأوزان الحرة والبكرات. السلام عليكم، أنا كابتن محمد عزب ودي قناة عشان الفورمة، وأنا هنا عشان أساعدك توصل لأفضل نسخة من نفسك في الصحة والرياضة وأسلوب الحياة. مبدئيا كده خلينا نعرف الوزن اللي بنتعامل معاه ده ملوش أي قيمة من غير الجاذبية، فالعامل الرئيسي اللي بيحدد لي الوزن بتاعي هو الجاذبية الأرضية. في الفيديو ده احنا هنتكلم وهنوضح الفرق بين الثلاث أنواع من المقاومة دول وإيه الأحسن فيهم من التاني. بس خليني أقولك في الواقع إن مفيش حاجة أحسن من حاجة، في الواقع إن كل حاجة من دول ليها مميزات وليها عيوب. وبعد الفيديو ده هتفهم المميزات في كل واحد من دول وتقدر تدمج بين التلاتة عشان تقدر تظبط البروجرام التدريبي بتاعك، وازاي توزع التمارين ما بين أجهزة وكابلات وأوزان حرة. وأول حاجة هنتكلم عن إيجابياتها وسلبياتها وهي التمارين الحرة. في الواقع ان التمارين الحرة بتشتغل بشكل مباشر جدا مع الجاذبية. أول ميزة في الأوزان الحرة إن هي بتكون مناسبة جدا لاكتساب القوة العضلية. وتاني حاجة الأوزان الحرة بتجبرك إن أنت تتعلم الأداء الصحيح، سواء بتلعب ببار أو بدمبل أو أيا كان التمرين اللي بتلعبه، فأنت بتكون في وسط حر، فبتضطر إن أنت تتعلم التكنيك الصحيح بالتمرين ده عشان تقدر تتمرنه بشكل صحيح. وتالت ميزة في الأوزان الحرة إن أنت هتلاقيها متوفرة في كل مكان، حتى لو كان جيم بسيط شوية أو جيم بلدي، وكمان سهلة إن أنت توفرها لو هتتمرن في البيت، تجيب دمبل أو بار وشوية أوزان وتقدر تتمرن بيهم وتعمل بيهم تمارين كويسة جدا. ورابع ميزة في الأوزان الحرة إن هي بتساعدك تشغل عضلات مساعدة كتير، وأهم واحدة منهم هي الكور. لو جيت بصيت مثلا لتمرين زي الديد ليفت أو تمرين السكوات هلاقي إن الكور شغال معايا بشكل أساسي عشان يثبت جسمي في المدى الحركي بتاع التمرين. وخلينا ننتقل للعيوب بتاعة الأوزان الحرة. زي ما اتكلمنا في المميزات إن هي بتجبرك على تعلم الأداء الصحيح، فده هيكون عائق شوية ليك وممكن يسبب لك مشكلة، خصوصا لو انت حد لسه مبتدئ في الجيم ومفيش حد معاك يعلمك التمارين دي، فهيكون صعب عليك شوية ان انت تعمل التمرين لحد ما تتقنه بشكل تام. بس ما تقلقش، دي بتكون فترة مؤقتة لحد ما تتعلم التكنيك المظبوط للتمرين، وبعد كده الموضوع بيكون سهل معاك. وتالت حاجة ان المقاومة ما بتكونش مستمرة على طول مجال الرفعة، بسبب ان زي ما قلت لك ان العامل الرئيسي هو الجاذبية، فبالتالي الجهد ما بيكونش متساوي على طول مدى الرفعة بتاعتك او طول مدى التمرين بتاعك. وتاني حاجة خلينا ننتقل للكابلات. الكابلات تعتبر المقاومة بتكون على طول مدى الحركة بتاعك، لأن الوزن بيكون معلق عن طريق كابل أو سلك. وتاني ميزة للكابلات إن هي بتسمح بالتمرين في أوضاع مختلفة على عكس الأوزان الحرة. في الأوزان الحرة بتكون مقيد باتجاه الجاذبية اللي لازم الوزن يكون بيتحرك فيه، إنما الموضوع ده بيختلف تماما في البكرات. أنت ممكن تغير اتجاه الحركة بتاعك عن طريق إن أنت ترفع البكرة فوق أو تنزلها لتحت، فده بيديك إتاحة أكبر في التمارين اللي أنت ممكن تلعبها على البكرات. وتالت ميزة في البكرات إن أنت بتكون عرضة للخطر أقل من الأوزان الحرة. وخلينا ننتقل لسلبيات البكرات. أول حاجة الوزن بيكون محدود على حسب تصنيع الجهاز والشركة المصنعة ليه. ممكن يتيح لك إن أنت تزود طارة كمان، بس ده هيتيح لك إن أنت تزود 20 كيلو مش أكتر من كده. تاني حاجة إن الكابل ممكن يعيق حركتك بإنه يخبط في جسمك وأنت بتتمرن، زي مثلا لو بتسحب الكابل من تحت رجليك فممكن يخبط في رجليك، أو بتلعب مثلا رفرفة بالجنب الكابل ممكن يخبط في جسمك ويعيق الحركة بتاعتك. آخر حاجة معانا وهي الأجهزة. الجهاز بيخليك تلتزم حرفيا بمدى حركي ثابت ما بتقدرش ان انت تغيره على طول مجال الحركة، فهو هيجبرك غصب عنك ان انت تلعب صح. وتاني ميزة معانا ان انت سهل جدا ان انت تتعلمه، كل اللي بتعمله ان انت بتقعد على الجهاز وبتزقه، سواء كان جهاز دفع او بتسحبه لو كان جهاز سحب. وده اللي بيخلي مدربين كتير ان هي تمرن الناس على اجهزة. وحاجة بيني وبينك كده عشان ما يوجعش دماغه معاك ويقعد يعلمك في تكنيك باوزان حرة او ببكرات، فهو بيحطك على الجهاز وانت بتبدأ تزق وخلص الموضوع خلاص. والجهاز بيكون عليه ان هو يلزمك بالمجال الحركي الصحيح بتاعه. ورابع حاجه ان انت ما بتحتاجش لشخص يقف وراك او شخص يامنك وانت بتتمرن. بكل بساطه لو الوزن تقيل عليك او مش قادر تزقه، ابدا سيب الجهاز وهو يرجع لمكانه تاني ومش هيقع عليك، ما تخافش. ودي كانت المميزات، وخلينا ننتقل للعيوب. اول حاجه في العيوب هي اول حاجه في المميزات. زي ما قلنا ان الجهاز ليه محدوديه حركه، ده بيكون مشكله معانا لان الاجهزه دي بتكون مصممه لعدد كبير جدا من الناس، فالجهاز ممكن يكون مناسب ليك ومش مناسب ليا على حسب توزيع جسمي وعلى حسب طولي. بس الموضوع ده بدأوا يحلوه ان هم يعملوا اجهزة تقدر تتحكم فيها، بس برضو الموضوع ما بيكونش مريح تماما زي ما بيكون مريح في الكابلات او في الاوزان الحرة. تاني حاجة في العيوب ان هو برضو بيكون محدود في الاوزان بتاعته على حسب الجهاز جايب البليتس بتاعته او ان انت بتحط له اطارات من بره، فايا كان تصميم الجهاز ايه من دول برضو بيكون الوزن فيه محدود شوية. وبكده تكون عرفت المميزات والعيوب بتاعت كل حاجة من دول. وفي الاخير
تتمرن على اجهزه ولا تتمرن على البقرات ولا تتمرن على الاوزان الحره، دي اللي يقدر يحددها المدرب بتاعك، وعلى حسب مستواك الرياضي وعلى حسب هدفك وعلى حسب انت متاح ليك ايه في الجيم بتاعك. كل العوامل دي هي اللي بتحدد تستخدم ايه من الثلاثه دول. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.